السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل شكل جديد للبيتزا، يبقى تغيير برضو. عندي عجينة البيتزا اللي انا هعملها. هنبدأ الاول بمكونات العجينة. عندي حوالي 400 جرام دقيق، عليهم معلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر، ورشة ملح، ومعلقة كبيرة زيت. هحط المكونات كلها على بعض وهضربهم. وعندي برضو المية حسب نوع الدقيق. انا هنا بدأت بحوالي كوباية مية، ومزودتش كتير، كانت هي من كوباية ونص لكوبايتين. هنعجن العجينة وبتبقى العجينة طرية، يبقى كده خلاص هنوقف عجن. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ هسيبها تخمر. واكون عندي الخضار. انا استخدمت فلفل الوان وزيتون وموتزاريلا، واستخدمت الصلصة، ما عملتش صلصة مخصوص، انا استخدمت الكاتشب عادي. هبدأ ان انا افرد العجين بعد ما اختمر. قسمت العجينة لثلاث قطع، وهفردها على ورق زبدة. همسكها ان انا افردها مستطيل، وهحط الحشوة في النص. هنقطعهم زي الفيديو كده، ونلفها زي الضفيرة بالظبط. شكلها لذيذ يعني. بعد كده هناخد الورقة دي على صينية، وندخلها فرن على اعلى درجة حرارة، مش هتاخد 10 دقايق وتكون استوت. اول ما تاخد وش من فوق خلاص كده تبقى استوت. شايفين هي حلوة ازاي؟ بجد شكل جديد مختلف، يعني بيتزا على كاليزون كده يعني. جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.